بعد تصفية الشعب الفلسطيني سيتم تصفية الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب المصري والشعب الأردني، ثم يبدأ الاندفاع للاستيلاء على مكة وعلى المدينة، وسيتم طرد إخواننا من قصورهم المكيفة، وسيتركون سياراتهم الأمريكية الفخمة وسيركبون الحمير والجمال فرارا من قطار الموت. أن الإسرائيليين قادمون إلى مصر، الجيش الإسرائيلي قادم إلى مصر قريب أو بعيد، طال الزمن أو قصر، لابد من احتلال وادي النيل. هذا خط في العالم الإسرائيلي، وادي النيل، خط الأزرق في العالم الإسرائيلي هذا وادي النيل. سودك يا بني إسرائيل من الفرات إلى النيل، ما تطمئنوا يا إخواننا الذين تعيشون من الفرات إلى النيل. ولن يقتصر الخطر الإسرائيلي على الذين يعيشون بين الفرات والنيل، بل ستكون البلدان اللي خارج خطين بلدان مواجهة جديدة. شمال أفريقيا سيصبح في خطر، لابد أن يخضع للدولة التي تمتد من الفرات إلى النيل. لابد أن تخضع تونس غصبا عنها، وتخضع الجزائر، وتخضع ليبيا، وتخضع المغرب بالسيطرة الصهيونية غصبا عنها.